السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في تحفيل التحفيل. بعد انتهاء دور المجموعات في كأس العالم للمونديال، هو من أفضل مونديال حصل بعد 94، وكلكم عارفين طبعا من أفضل مونديالات مونديال 94. كأس عالم قطر من أفضل المونديالات، وهقول لكم ليه. هنتكلم كورة الأول. كورة، أنت عندك 32 فريق بيتنافسوا، بيصعد منهم 16 لدور ال 16، دور اللي بعده. دور ال 16 ده 16 فرقه، مفيش حد حسم من الجوله الثانيه الا 3 فرق فقط، يعني بنسبه حوالي 25% من ال 16 يعني. فانت بتتكلم في من قوه المباريات ما حسمش غير 3 فقط. في ناس شايفه الفرقه ضعيفه، وانا مش شايف ان الفرقه ضعيفه، شايف المنافسه بقت متساويه. في ناس بقت ادائها كوره، مش لازم النجوم الفذه قوي. يعني انت عندك في الاخر كريستيانو وميسي من افضل اللي موجودين في العالم، وعلى مدار تاريخ ولحد وقتنا هذا هم اصحاب الفئه الاولى والاعلى ترند لذلك كان من اهم الاحداث اللي حصلت في دور المجموعات لقطه كريستيانو رونالدو لما لمس الكرة بشعره واتحسب الجون ولا ما اتحسبتش ليه، ودي عملت ضجه في العالم كله. ضربه جزاء ميسي اللي ضيعها، ودي برضه عملت ضجه في العالم كله. سيظل الاثنين من افضل من لمس كرة القدم في الفترة الأخيرة. دور المجموعات ككورة قلنا صعد 3 بس من الجولة الثانية، لكن الجولة الثالثة فضلت لآخر لحظة انت بتتابع مين الأول مين الثاني، مين هيوصل مين مش هيوصل لغاية آخر دقيقة في المباراة. كنت بتتابع وتشوف مين الأفضل ومين اللي هيصعد، ودي بيبين قوة المجموعات أو إثارة وتشويق المباريات في كأس العالم قطر. طيب ليه بقى هو الأفضل؟ يعني في مونديالات كتير قوي حصل فيها الكلام دوت. الكرة كانت حلوة، الأداء كان كويس، المنافسة كانت قوية، ولكن ليه هو الأفضل كأس عالم قطر؟ عشان الاستضافة. قطر عاملة عظمة، التقنيات الحديثة، طريقة الكرم والهدايا اللي كانت بتقدم للمشجعين حول العالم. ممكن انت كمشجع قدام التلفزيون ما تاخدش بالك من القصة دي، لكن هما المشجعين اللي راحوا قطر ويحضروا المباريات مباشر او في الاستاد هم اللي خدوا بالهم ان الاستضافه غير، التعامل غير. فيديوهات الاطفال اللي بتدي هدايا وفي الشارع للجماهير للسياحه دي حاجه جميله جدا. قطر فعلا عامله عظمه، قطر صعبت الموضوع على كل اللي جاي من بعدها. قطر عملت الكلام ده وهي دوله واحده. كاس العالم اللي جاي هيبقى 3 دول. هل هيتم نفس الاستضافة؟ هل هيتم نفس المبالغ اللي اتصرفت؟ الهدايا اللي اتعملت للمشجعين؟ كرم الضيافة اللي في الشارع من التمر واللبن وبعض هذه المأكولات اللي بتبين كرم العرب وكرم المسلمين. دور المجموعات جامد جدا، تنظيم قطر جامد جدا، المباريات القادمة جامد جدا. النهاردة هيلعب فرنسا وبولندا، والفائز واعتقد فرنسا هيقابل الكسبان من انجلترا والسنغال، واتمنى السنغال، ولكن لو انجلترا فازت فاعتقد ده هيبقى اصعب ماتش في البطوله، فرنسا وانجلترا، وده نهائي مبكر، ده قوي جدا جدا جدا. اعتقدش حتى لو الفرق كلها كملت والمجموعات كملت ان الموضوع دوت هيبقى في ماتش بقوه الماتش دوت. انا في انتظار فرنسا وانجلترا. باقي المباريات قويه، الارجنتين وهولندا، في البرتغال وبعض الفرق اللي هتقابل، المباراة قوية جدا. نرجع لقطر، هي الأفضل والأحسن في كل المونديالات اللي حصلت قبل كده. تحية لقطر، تحية للعرب والمسلمين اللي أثبتوا بكل المقاييس ثباتهم وتنظيمهم والتطور اللي هو فيه. احنا ثابتين على المبدأ، احنا تمام قوي، احنا فخورين باللي بيحصل. المانيا اتمنعت، المانيا اهتموا بالملعب، ما اهتموش بالملعب بقدر ما اهتموا بالقضيه القذره اللي هم عايزين يعملوها. وفي الاخر في خبر جميل كده يقول لك خساره المانيا او خروج المانيا بسبب ان هم بعتوا زوجات المنتخب الالماني اللعيبه، يعني ما كانوا يبعتوا لهم رجالتهم يعني مش زوجاتهم. فهم خرجوا واحنا فرحانين، لان المانيا خسرت كتير كتير من مشجعين العالم وحول العالم، ملايين خسرتهم، وده بسبب اللي هم عملوه. تحية لقطر، تحية للتنظيم، فخورين بقطر، فخورين بالتنظيم.
السلام عليكم.